أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي نزلت فيه سورة كاملة في القرآن الكريم هو وزوجته. إزاي كان بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته، وإزاي موتة أبو لهب كانت موتة بشعة، ويا ترى مين هي زوجته، وإيه المعجزة اللي منعتها من أذية النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معايا أقول لكم الحكاية باختصار. في يوم من الأيام في بيت بنو هاشم اتولد أعظم إنسان في تاريخ البشر، محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحوا بيه جدا، وفرح عمه اللي كان اسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم اللي هو أبو لهب. ده كمان من فرحته أعتق الجارية اللي جت تبشره بالخبر، ويمكن دي الحسنة الوحيدة اللي عملها أبو لهب في حياته. وأبو لهب ده بقى كان روح قلبه الأصنام، كان بيحبها حب غير طبيعي، وكان شخص عصبي جدا، ويقال إن هو كان طويل وكان أبيض جدا بحمار، ويقال إن كان اسمه أبو لهب لانه لما كان بيتعصب كان وشه بيحمر وبيبقى زي اللهب. وعلى الرغم انه فرح بالنبي جدا وكان بيحبه، ولكن لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت الدعوة بدأت أذية أبو لهب ليه. ومن ضمن المواقف دي ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع عيلته واهله وحضر ليهم الطعام والشراب، وبدأ يكلمهم عن الاسلام وان الاصنام دي ملهاش اي فايدة ومش هتنفعهم. وفي الوقت ده بقى ابو لهب اتعصب جدا وبدأ يزعق في النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الاقارب انحازوا لأبو لهب عمهم بقى والكبير، وما اهتموش بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومشيوا. والنبي صلى الله عليه وسلم زعل جدا على عمه لانه في يوم من الايام كان قريب منه، ودلوقتي اول واحد ضده والدعوه لسه في بدايتها. ومش بس كده، ده ابو لهب خرج وبدا يروح للناس ويقول لهم سيبكم من محمد، هيجيلكم دلوقتي ينصحكم، ما تسمعوش كلامه، كذاب وشاعر. وحتى لما النبي صلى الله عليه وسلم طلع على جبل الصفا وبدا ينادي على الناس، على اهل مكه كلهم، فابو لهب سمع النبي صلى الله عليه وسلم بينادي على الناس وبيقول لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. النبي بيقول لهم أنا مش عايز منكم حاجة. فأبو لهب بصوت عالي قال للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ وفي اللحظة دي الناس بدأت تمشي بعد ما كانوا متجمعين، بعد ما حرضهم أبو لهب. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بينصح الناس وهم سابوه ومشيوا. وفي اللحظه دي نزلت فيه هو وزوجته سوره المسد، ان هو سيصلى النار، ان هو في النار، وفعلا مات مشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم بدا ينادي على الناس، وكل ما واحد يحاول يرجع عشان يسمع النبي ابو لهب يجي له ويوسوس له في ودانه. ولما رجع ابو لهب للبيت فمراته اللي كان اسمها ام جميل قالت له ايه اللي حصل، الناس كانت متجمعه ليه؟ فحكى لها اللي حصل. وكانت مراته دي لسانها طويل جدا ما تتخيرش عنه، والناس كانت بتخاف منها، مش عشان لسانها طويل بس، لا عشان كانت من علية القوم. وطبعا هي ما تتوصاش، قعدت تسخنه وتقول له هتسيبوه يشتم الآلهة، قصدها طبعا على الأصنام. وكانت بتكره النبي صلى الله عليه وسلم جدا، لدرجة انها كانت بتجمع الأشواك وتحطها على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مسايبها تنشف، وكانت بترمي الأشواك والحطب في طريقه، وعشان كده اتسمت حمالة الحطب. وكانت بتقول على النبي صلى الله عليه وسلم مذمم عكس محمد عشان تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. دي من جبروتها ألفت قصيدة وبقت ماشية تقول مذمما أبيناه ودينه قليناه وأمره عصيناه. مش قلت لكم لسانها طويل؟ وكانت بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حمى النبي من شرها ومن أذاها، وحصلت معجزة عظيمة. اسمعوا القصة دي. في يوم من الأيام كانت أم جميل دي مرات أبو لهب ماشية عمالة تدور على النبي صلى الله عليه وسلم، لسانها بياكلها عايزة تأذي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو في ناس كده تحب تبخ سمها، الشر جواها. المهم ان هي شافت ابو بكر، ومين اللي كان قاعد جنب ابو بكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فابو بكر قال للنبي ام جميل جايه في الطريق، كان خايف على النبي من اذيتها ومن لسانها. ولكن المعجزه انها مش شايفه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه قاعد جنب ابو بكر، فقالت يا ابا بكر ان صاحبك قد هجانا، يعني بيتكلم علينا بالسوء. فابو بكر دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قاعد جنبه وهي مش شايفاه. فلما مشيت ابو بكر بص للنبي كده وقال له هي
ازاي ما كانتش شايفاك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما زال ملك يسترني حتى ولت، يعني هي فعلا ما كانتش شايفاه، ربنا نزل ملك علشان يمنع ان هي تشوفه. وابو لهب استخدم كل قوته لاذيه النبي صلى الله عليه وسلم، وما اكتفاش انه يحذر الناس بس منه، لا ده كان بيسبه وكان بيغلط فيه وكان بيقول عليه مجنون وكذاب وشاعر. ده كان بيروح ياخد القبائل اللي جايه تزور الكعبه ويجيب لهم كل حاجه تغضب ربنا من كتر خوفه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم للاسلام. راجل فاضي يعني. وربنا بقى يكفينا شر حد يكون مؤذي وفاضي، يبقى ما عندهوش شغله ولا مشغله، متفرغ لاذيتك، ربنا يكفينا شرهم. ولكن ابو لهب ده كان اخره، لانه ما كانش يقدر يعمل اي حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان ربنا كان بيحميه، ولانه كان بيخاف من ابو طالب عم النبي الثاني اللي هو اخو ابو لهب. كان دايما بيدعم النبي صلى الله عليه وسلم وبيحميه لحد ما مات ابو طالب. بدات الاذيه الحقيقيه وراحت الزعامه لابو لهب. ولكن ابو لهب ده بقى كانت موته سودا، جاله مرض اسمه العدسه، مرض معدي زي البقعه الصغيره كده اللي بتلبد في الجسم وتنتشر، مرض خبيث. ولما مات اولاده خافوا يغسلوه، سابوه يعفن وريحته طلعت، ومن كتر ما ريحته طلعت جه واحد وقال لهم انتوا ازاي سبتوه كده يعفن؟ انا هساعدكم انكم تغسلوه. وبرده كانوا خايفين ان هم يتعدوا منه، فكانوا بيرشوا عليه الميه من بعيد، موته بشعه. ويقال ان العباس رضي الله عنه بعد ما مات ابو لهب حلم بيه وكان وضعه وحش جدا، وبيقول له انا متعذب من بعدكم الا يوم الاثنين بيخفف عني العذاب. طب اشمعنى بقى يوم الاثنين؟ يقال والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتولد يوم الاثنين، والحسنه الوحيده اللي عملها ابو لهب انه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اعلم. مستنيه رايكم في التعليقات، واهم حاجه ما تنسوش تتابعوا القناه ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحه الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.